السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا بحضراتكم. النهاردة إن شاء الله معادنا مع الدرس الثالث في فرع الجبر بعنوان تحديد نوع الجذرين. درس بسيط جدا ويعتبر من أسهل الدروس اللي موجودة في فرع الجبر. اتكلمنا من الأول خالص، المنهج بتاعنا بيتكلم عن المعادلة التربيعية اللي هي في صورة أ س تربيع زائد ب س زائد ج. واتكلمنا وقلنا ان انا عندي حل بالتحليل او بالقانون العام على حسب المسألة قابلة للتحليل او غير قابلة للتحليل. وقلنا لو القانون العام انت استخدمته في اي مسألة قابلة للتحليل او غير قابلة للتحليل، طبعا ممكن لانه بيحل اي سؤال خاص بحل المعادلات. طيب، واحنا بنتكلم عن القانون العام كان في حاجة تحت الجذر اللي هي ب تربيع ناقص 4 أ ج. كلامنا كله على الجزء ده بنسميه المميز. ليه؟ لو تفتكر في أول حصة خالص قلنا إن أنا عندي ممكن يكون احتمال إن الإجابة بتاعته تبقى بالموجب أو بالسالب أو إنه بيساوي صفر. ده اللي احنا هنتكلم عنه النهارده. لو أنا دلوقتي بعوض في ب تربيع ناقص 4 أ ج، لقيت إن الناتج بالموجب، يبقى عندي هنا إن الجذران حقيقيان مختلفان. يعني أنا كده ممكن المنحنى بتاعي لما أجي أرسمه هيقطع محور السينات في نقطتين، سواء بقى نقطتين بالموجب أو نقطتين بالسالب أو واحدة بالموجب وواحدة بالسالب. المهم إن هم هيكونوا مختلفان وفي نفس الوقت هيكونوا حقيقيان. أما لو أنا عوضت وطلع الناتج بالصفر، ساعتها بيكون الجذران حقيقيان متساويان، وساعتها ده بيكون المقدار ثلاثي مربع كامل، وبالتالي الجذر بيبقى قيمته سالب ب على 2 أ، لأن ساعتها موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج ملوش قيمة معايا دلوقتي. وساعتها لما أجي أرسم منحنى هيكون قطع محور السينات في نقطة واحدة، سواء برضو في الموجب أو السالب. أما لو طلع بالسالب كان معناه إن الجذران مش حقيقيان، لأن لو في ح كنا بنتكلم إن مجموعة الحل بتكون فاي. أما دلوقتي وبعد ما خدنا الأعداد المركبة يبقى ساعتها الجذران مركبان وغير حقيقيان، يعني كان معناها إن المنحنى لا يقطع محور السينات. يبقى لا يقطع محور السينات هيبقى عندي الجذران مركبان غير حقيقيان. أما لو قال لي في ح يبقى فاي. أما لو مس محور السينات يبقى أنا عندي هنا الجذران حقيقيان متساويان، يعني مجموعة حل واحدة فقط، عدد واحد فقط أو عنصر واحد جوه المجموعة. أما لو قطع محور السينات في نقطتين يبقى عندي هنا الجذران حقيقيان مختلفان، وبيكون عندي حلين، سواء الاثنين بالموجب أو الاثنين بالسالب أو واحد موجب وواحد بالسالب. طيب، هو الدرس بيتكلم عن بس ب تربيع ناقص 4 أ ج. طب لو أنا لقيت دلوقتي المميز بالسالب، دي ملاحظتين مهمين جدا تخلي بالك منهم. وكمان المعاملات اللي هو أ وب وج أعداد حقيقية، ساعتها بنقول إن الجذران مركبان غير حقيقيان وفي نفس الوقت كمان مترافقان. يعني مثلا بنلاقي 3 ناقص ت ونلاقي التاني 3 زائد د، بس بشرط إن يكون الألف والب والجيم أعداد حقيقية. ده أول ملحوظة تخلي بالك منها. طب تاني ملحوظة، لو أنا بعوض ولقيت إن الألف والب والجيم أعداد نسبية، وكمان المميز مربع كامل، ومربع كامل يعني له جذر تربيعي، ساعتها الجذران بيكون حقيقيان نسبيان. خلي بالك من الملحوظة كويس جدا جدا جدا، لازم الشرطين يكونوا متحققين. أ ب ج لازم يكون العناصر دي عناصر وأعداد نسبية. أما المميز لازم يكون مربع كامل. مهمة جدا جدا، الشرطين مع بعض، ما ينفعش واحد غير التاني. ده الدرس وده الملخص بتاعه ببساطة شديدة جدا. كل المسائل اللي هنتعامل بيها خاصة بالمميز، تعويض في المميز. طب تعال نشوف أنواعه إيه. أول سؤال عندي بيقول لي نبين نوع الجذرين لكل من المعادلات الآتية دون حلها. مش عايزك تحل المسألة، أنا عايزك بس تعوض في ب تربيع ناقص 4 أ ج بس. طب تعالى يلا في أول واحدة، الب تربيع، طلع كده بياناتك يلا. ده أ بواحد، ب بسالب 5، الج ب3.
ب تربيع ناقص 4 ألف ج. يلا نعوض. السالب 5 هيبقى تربيعها 25 ناقص 4 في 1 في 3، يبقى 25 ناقص 12 يدينا 13. ال 13 ده عدد موجب لأنه أكبر من الصفر، يبقى أول واحدة حقيقيان مختلفان. بس كده كده السؤال خلص. طب تاني السؤال بيقول لي ايه؟ س تربيع و2 س و4. نقول له أ بواحد، ب باتنين، ج بأربعة. يلا نعوض في ب تربيع ناقص 4 أ ج. الب تربيعها 4، 4 في 1 في 4، يعني 4 ناقص 16 يدينا هنا سالب 12. كده العدد أصغر من الصفر، يعني هنا مركبان غير حقيقيان. طب تعال نبص على العناصر الاقي انها عناصر حقيقيه. عناصر حقيقيه، واحد والاثنين والاربعه، يبقى نقول له مركبان غير حقيقيان ومترافقان. طيب السؤال الثالث، ا بأربعة، ب بسالب 4، ج بواحد، ب تربيع ناقص 4 أ ج. الأربعة تربيعها سالب 4 تربيعها 16 ناقص 4 في 4 في 1، يعني 16 ناقص 16 الناتج بتاعي بصفر، يبقى ساعتها الجذران حقيقيان متساويان. طب السؤال رقم 4 والأخير، أنا عندي أ ب4، ب مش موجودة يبقى صفر، ج ب13، يبقى التعويض ب تربيع ناقص 4 أ ج، فبقى صفر ناقص 4 في 4 في 13. بداية من قبل ما أعرف الناتج ده مش عايز أعرفه، لأن هتقول لي صفر ناقص أي عدد هيكون كده كده بالسالب، يعني هيكون أصغر من الصفر، يبقى ساعتها مركبان غير حقيقيان ومترافقان. ده النوع الأول من الأسئلة، بيبقى مباشر جدا، عبارة عن تعويض مباشر أنت ممكن أصلا تعمله بالآلة الحاسبة. طيب النوع الثاني من الأسئلة هو برضه معادلة، بس المعادلة هتكون بشكل مختلف شوية، يعني مش هتكون جاية لك مظبوطة. يعني بص كده معايا على أول سؤال، بيقول لي هنا س، هل دي شكل المعادلة التربيعية؟ لأ، يبقى لازم أظبطها الأول. هوزع هنا س في س يبقى س تربيع، س في سالب 3 يبقى سالب 3 س تساوي 2. هدخل الاثنين الناحية التانية بعكس الإشارة، كده بقت قيمة الألف بواحد، الب بسالب 3، الجيم بسالب 2. يلا نعوض. ب تربيع ناقص 4 أ ج، سالب 3 تربيعها 9، 4 في 1 في سالب 2، أدا 9، سالب في سالب بقت موجب، و4 في 2 ب8، يبقى هنا 17 أكبر من الصفر، يبقى حقيقيان مختلفان. يبقى هنا الشكل مش جاي مباشر، هنعدل فيه بحيث ان احنا نوصل للصورة المعتادة بتاعتنا. طيب السؤال الثاني يعتبر شبه مباشر، لان هنقل الطرف ده كله الناحية التانية بعكس الإشارة، يبقى 3 س تربيع ناقص 2 س زائد 5 بتساوي صفر. قيمة الألف ب3، قيمة الب بسالب 2، قيمة الجيم ب5. يلا نعوض. ب تربيع ناقص 4 أ ج، الب هنا تربعها كده يبقى 4 ناقص 4 في 3 في 5. من قبل ما أكمل هلاقي إن ده أصغر من الصفر، لأن هضرب 4 في 3 في 5 وأجي أطرحهم من عدد 4، فبالتالي الناتج هيكون بالسالب، يبقى هنا مركبان غير حقيقيان ومترافقان.
طيب السؤال اللي بعده، السؤال رقم 3. الطرف ده هسيبه زي ما هو. هنا هوزع، وخلي بالك انت بتوزع بالسالب، يعني سالب س في س يبقى سالب س تربيع. سالب س في سالب 7 يبقى موجب 7 س، ده كله بيساوي صفر. ده سالب س تربيع. س و7 س يبقى موجب 8 س. سالب 16 بتساوي صفر. انا ممكن احل المعادله بالشكل ده، والاقي واحد يقول لي لا يا مستر انا متعود ان المعامل السين تربيع يكون بالموجب. الاثنين بالنسبه لي صح. يعني لو واحد قال لي يا مستر انا هقسم على السالب بحيث تبقى المعادله بتاعتي س تربيع ناقص 8 س زائد 16 بتساوي صفر، هيطلع نفس الحلين ونفس نوع الجذرين. طب أ هنا بواحد، وب بسالب 8، وج ب 16. لما اجي اعوض في ب تربيع ناقص 4 أ ج، هيبقى عندي هنا 64 ناقص 4 في 1 في 16، بقت 64 ناقص 64، يبقى الناتج بتاعي بصفر. يبقى ساعتها حقيقيان متساويان. السؤال الرابع. هنا المقام بتاعي هنا بواحد، فيبقى حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني 3 س زائد 2 مضروبة في س ناقص 1، ده كله بيساوي 5. يلا نوزع. 3 س يبقى هنا 3 س تربيع ناقص 3 س، ارجع للاتنين، موجب 2 س سالب 2 بتساوي 5. يبقى هنا 3 س تربيع سالب 3 س وموجب 2 س يبقى سالب س. الخمسة هتخش الناحية التانية بعكس الإشارة بالسالب، يبقى سالب 2 وسالب 5 سالب 7، ويبقى هنا بيساوي صفر. يبقى قيمة الألف ب3، قيمة الب بسالب 1، قيمة الجيم بسالب 7. يبقى ب تربيع ناقص 4 أ ج. يبقى هنا 1 ناقص 4 في 3 في سالب 7. من غير ما أكمل هنا ناتج بالموجب، عرفت منين يا مستر؟ سالب في سالب هيبقى موجب، فبقت 1 زائد 4 في 3 في 7. خلاص كده أنا عرفت من غير آلة حاسبة إنه أكبر من الصفر. يبقى ساعتها حقيقيان مختلفان. حقيقيان مختلفان. خلي بالك من دي كويس جدا جدا جدا. خلي بالك منها كويس جدا جدا جدا. طيب ده كده النوع الاول. والنوع الثاني ان هو بيديك معادله وانا بطلع الجموع الجذريه فقط لا غير. طيب نشوف السؤال الثالث. بيقول هنا ايه بقى؟ اوجد مجموعه حل المعادلات الاتيه في كاف. طيب هل انا عندي عددين حاصل ضربهم 10 مجموعهم 6؟ لا. يبقى ساعتها هروح للقانون العام. أ ب1 ب بسالب 6 ج ب10. اروح الاول اشوف ب تربيع ناقص 4 أ ج انظامها. 36 ناقص 4 في 1 في 10 يعني سالب 4، لان يبقى 36 ناقص 40. خلاص كده سالب 4، يعني معناها ان جذر المميز ده قيمته ب2 ت. طب القانون بيقول ايه؟ س بتساوي سالب ب موجب او سالب جذر ب تربيع ناقص 4 أ ج على الاتنين ألف. يلا نعوض. سالب ب بقت 6 موجب او سالب قيمة الجذر نفسه ب2 ت، و2 أ يبقى 2. يبقى هنا مجموعة الحل 3 زائد ت و3 ناقص الت، يعني جذران مركبان غير حقيقيان ومترافقان. طيب لو بصينا على السؤال الثاني. أ ب4 ب بسالب 12 ج ب13. يلا نشوف المميز.
سالب 12 يبقى تربيعها 144 ناقص 4 في 4 في 13 ده 144 ناقص 4 في 4 في 13 يطلع هنا سالب 64. طيب يبقى الجذر بتاعه 8 ت. يلا نعوض في القانون. س بيساوي سالب ب موجب أو سالب جذر ب تربيع ناقص 4 ألف ج على الاتنين ألف سالب ب يبقى 12 موجب أو سالب 8 ت على 2 ألف. أدا 2 في 4 يبقى 8 2 ألف. طيب هنا هتبسط ازاي المسألة؟ هنا هتتبسط تتبسط عادي جدا وببساطة شديدة جدا. ليه؟ ال 12 على 8 اللي دول بيقبلوا اسم على 4 ف 12 على 4 يبقى فيها ال3 و 8 على 4 فيها ال2 وكده كانت 8 راحت مع ال8 يبقى انا عندي هنا مجموعة الحل 3 على ال2 زائد ت و3 على ال2 ناقص ت. طيب يا مستر كنت انت قايل لنا في طريقه ممكن احلها بالاله الحاسبه. مظبوط. ازاي يا مستر؟ تعالى بص معايا. اول حاجه لازم اضغط على زرار المود واختار رقم 2 اللي هي الكومبلكس على الاعداد المركبه. بعد كده اضغط تاني على مود واختار رقم 5 اي كيو ان واختار شكل المعادله رقم 3. الف عندي هنا ب4 ب بسالب 12 الجيم هنا ب 13 واقول يساوي مرتين 3 على الاتنين زائد الاي يعني 3 على الاتنين زائد ت يساوي كمان مرة يبقى 3 على الاتنين ناقص الت. عايز ارجع تاني للآلة الحاسبة اقول له مود واقوم اللي هي رقم 1. السؤال اللي بعده بيقول لي اوجد قيمة او قيم كاف اذا كان جذر المعادلة اللي قدامي دول متساويين. عكسنا بقى المرة دي. متساويان يعني يا مستر المميز بيساوي صفر. طب يلا كام طلع بياناتنا؟ أ بكاف ب بسالب 8 الجيم ب 16. يعني أنا أول حاجة عندي ب تربيع ناقص 4 ألف ج ده اللي بيساوي صفر. يبقى سالب 8 تربيعها 64 ناقص 4 في كاف في 16. يبقى عندي هنا 64 ناقص 64 كاف بيساوي صفر. كده معناه إن قيمة الكاف تساوي 1. طيب بالنسبة للحل التاني يا مستر انت عايز مركبان غير حقيقيان يعني اصغر من الصفر. طيب ما هو ده ثابت بالنسبة لي لكن بدل ما كان يساوي هيبقى اصغر من او اصغر من الصفر. ده سالب 64 كاف اصغر من سالب 64. عند الاسم على سالب ننساش ان احنا نغير علامة المتباينة يعني بقت كاف اكبر من الواحد. يعني دي لما اعبر عنها في صورة فترة من 1 مفتوح إلى ما لا نهاية. عكسنا الآية المرة دي هو اللي مديك نوع الجذرين ومديك مجهول أنت اللي تجيب قيمته. السؤال اللي بعده بيقول لنا اوجد قيمة أو قيم كاف التي تجعل جذري المعادلة اللي قدامي دي متساويان ثم اوجد الجذرين. طب تعالى يلا نطلع بياناتنا. أ بواحد الب بالنسبة لي وزع الاتنين جوه يبقى 2 كاف ناقص 2 والجيم اللي هي كاف تربيع. يلا نطبق القانون المميز. هو بيقول لي ان هو متساويان يعني بيساوي صفر يبقى ب تربيع ناقص 4 ألف ج بيساوي صفر. ب اللي هي 2 كاف ناقص 2 الكل تربيع 4 في 1 في ج اللي هو كاف تربيع بيساوي صفر. لما اجي افك القوس التربيعي مربع اول يبقى 4 كاف تربيع بإشارة الأوسط الأول في الثاني في 2 يبقى 8 كاف مربع الأخير اللي هي 4. 4 في 1 في كاف تربيع اللي هي 4 كاف تربيع. هلاقي إن 4 كاف تربيع راحت مع 4 كاف تربيع يبقى سالب 8 كاف زائد 4 بتساوي صفر. كده يبقى سالب 8 كاف بتساوي سالب 4
يعني معناها ان كاف تساوي نص. كده بقت شكل المعادلة عامل ازاي؟ س تربيع زائد هنا كاف بنص، نص ناقص واحد يعني سالب نص، في 2 يبقى هنا سالب س، زائد كاف تربيع يعني ربع بتساوي صفر. هو بيقول لي اوجد الجذرين. انا ممكن دلوقتي نطبق بالآلة الحاسبة. السين بواحد، س تربيع معاملها بواحد، السين معاملها بسالب واحد، والجيم بربع. طلع هنا نص. بص حتى لما تيجي تضغط تاني هيطلع لك هو برضه نص، لان هو قايل لك ان هما متساويان. يبقى انا عندي هنا مجموعة الحل نص. السؤال اللي بعده، إذا كان جذر المعادلة 4 س تربيع زائد 4 س ناقص ك س زائد ك ناقص 7 بيساوي صفر، برضه إن هما متساويان. عايز قيمة الكاف. أ ب4، ب بقى هنا خلي بالك إن دي 4 س ناقص ك س، يعني ممكن آخد السين عامل مشترك فيتفضل 4 ناقص الكاف. طب والجيم؟ ك ناقص 7. يلا نطبق القانون العام اللي هو المميز، آسف. ب تربيع ناقص 4 أ ج بيساوي صفر. يبقى 4 ناقص ك تربيع، هنا 4 في 4 في ك ناقص 7. مربع الأول 16، الأول في التاني في 2، مربع الأخير هنا هيبقى 16 ك. خلي بالك بقى من اللي جاي، انت عندك هنا سالب في سالب يبقى موجب، فبقى عندك هنا 16 مضروبة، هي اللي مضروبة في السبعة اللي هي يدينا هنا 112. أدا الكاف تربيع سالب 8 وسالب 16 اللي هي سالب 24 كاف، و16 و112 اللي هي موجب 128 بتساوي صفر. أدا المعادلة هنا قدامي كاف بواحد، وهنا سالب 24 و128. هلاقي إن كاف ب 16 أو كاف ب 8. كده انا عندي اجابتين، ان ممكن تبقى كاف بتساوي 16 او ان كاف تساوي 8. يعني كده شكل المعادله بقى عباره عن ايه؟ ادي 4 س تربيع، هنا لو عوضت ب 16 يبقى 4 ناقص 16 سالب 12، ادي 4 س تربيع سالب 12 س، و16 ناقص السبعة يعني عفوا 16 ناقص السبعة اللي هي التسعة. ده كده شكل المعادلة الأولى. طب لو عوضت بكاف ب 8 هلاقي إن أنا عندي هنا 4 س تربيع، هيبقى عندي هنا 4 ناقص 8 يبقى سالب 4 س، و8 ناقص 1 اللي هي موجب الواحد. أدي المعادلة الأولى. والمعادلة الثانية اللي أنا ممكن أستخدم برضو الآلة الحاسبة عشان أجيب الجذرين. طب السؤال ده يا مستر لما يجي اختار، انا عندي هنا اجابتين للكاف، ال 16 وكام؟ و8. فخلي بالك من دي كويس جدا، ان يكون عندك اجابتين في الاختيارات الاثنين مع بعض موجودين. السؤال اللي بعده بيقول لي اثبت ان جذر المعادله دائما نسبيين. طيب تعالى كده نشوف. اولا شكل المعادله مش مظبوط، لان انا المفروض س تربيع زائد م س زائد م ناقص واحد بيساوي صفر. فلاقي عندي هنا ان قيمه الالف بالواحد، الب بالميم، الجيم ميم ناقص واحد. لما اجي اعوض هنا في المميز اللي هو ب تربيع ناقص 4 أ ج، يبقى هنا م تربيع ناقص 4 في 1 في م ناقص 1. يلا نوزع. سالب 4 في م يبقى انا عندي سالب 4 م، سالب 4 في سالب 1 يبقى موجب 4. لو بصيت على المقدار الثلاثي ده هلاقيه انه مربع
كامل. ازاي يا مستر عرفت؟ عددين حاصل ضربهم 4 مجموعهم 4 يا مستر 2 في 2. إشارة الحد الأخير موجب، الاتنين ياخدوا إشارة الأوسط، يعني المفروض إن دي هتكون م ناقص 2 الكل تربيع، وده ما بيحصلش غير لما يكون مقدار ثلاثي مربع كامل. ده الشرط الأولاني، وهو قايل لي إن قيمة الميم تنتمي إلى نون. الشرط الثاني يبقى فعلا الجذران دائما نسبيان. خلي بالك من ده، ودي كنا احنا راجعنا على الشكل ده في التحليل في أول حصة خالص، إن ده مقدار ثلاثي مربع كامل. السؤال اللي بعده بيقول لي هنا اثبت أن برضو إن جذري المعادلة عددان نسبيان. طيب المعادلة مظبوطة طب قيمة الألف بكم؟ ب 25. قيمة الب وزع 5 م زائد 15. قيمة الجيم ب 3 م. طب يلا نعوض في ب تربيع ناقص 4 ألف ج. 5 م زائد 15 الكل تربيع ناقص 4 في 25 في 3 م. الخمسة هنا يبقى تربعها 25 م تربيع. الأول في الثاني في 2 يبقى 150 م. مربع الأخير 225. 4 في 25 في 3 يبقى سالب 300 م. هلاقي هنا إن 25 م تربيع 150 ناقص 300 يبقى سالب 150 م زائد 225. طيب هل أعرف إن ده مقدار ثلاثي مربع كامل ولا لأ؟ لو بصيت على الأولاني ده له جذر اللي هو 5 م، والأخير له جذر اللي هو 15. طيب اضرب كده 2 في الأول في الثاني، يعني 2 في 5 م في 15. 2 في 5 ب 10 في 15 اداني 150. ده كده مقدار الحد الأوسط، يبقى ده برضه مقدار ثلاثي مربع كامل. وهو قايل لي ان م عدد نسبي، يبقى الشرطين موجودين، يبقى فعلا جذري المعادلة هنا عددان نسبيان. بيقول لي هنا اثبت ان جذري المعادلة اللي قدامي دي برضه، بس المرة دي عايز بقى ايه؟ دائما غير حقيقيين. طيب تعالى كده واحدة واحدة ونشوف ايه اللي هيحصل. اولا شكل المعادلة برضه مش مظبوط. الطرف الايمن ما اقدرش اعمل فيه حاجة، لكن الطرف الايسر اقدر ان انا اوحد المقامات. يبقى هنا س في ا، وحاصل ضرب الطرفين انه هنا يبقى هنا بضرب البسط في المقام والمقام في البسط، يبقى عندي هنا س زائد ا. بعد كده حاصل ضرب الطرفين بيساوي حاصل ضرب الوسطين. س زائد ا في س زائد ا يبقى س زائد ا الكل تربيع، والف س في واحد يبقى الف س. نفك القوس، س تربيع زائد 2 الف س زائد الف تربيع بيساوي الف س. ده يخش الناحية التانية بعكس الإشارة، فبقى 2 ألف س ناقص ألف س، يبقى س تربيع زائد ألف س زائد الألف تربيع بتساوي الصفر. طيب تعالى يلا نعوض بقى في المميز. أنا عندي هنا قيمة الألف بواحد، قيمة الب بألف، قيمة الجيم بألف تربيع. المميز ب تربيع ناقص 4 ألف ج. ب تربيع ألف تربيع ناقص 4 ألف اللي هي بواحد ج بألف تربيع، يبقى ألف تربيع ناقص 4 ألف تربيع يبقى بيساوي سالب 3 ألف تربيع. خلي بالك بقى معايا من حاجة. قيمة الألف هنا مهما عوضت بعدد حقيقي موجب أو سالب فهو موجب، بس لما يجي يطلع هينضرب في سالب، يعني الرقم ده دائما أصغر من الصفر، يبقى هيكون دائما غير حقيقيا. خلي بالك ان السالب بره التربيع، يبقى السالب كده هيغير من اشاره العدد مهما كانت قيمته. اخر سؤالين معانا في حصه النهارده، بيقول لي هنا جذر المعادله نوعهم ايه؟ طب تعالى يلا نطلع بياناتنا الاول واحده واحده. قيمه الالف هنا بواحد، قيمه الب بسالب 5 جذر 3، قيمه الجيم ب4. لما اجي اعوض ب تربيع ناقص 4 الف ج،
سالب 5 جذر 3 ادي 25 في 3 يبقى 75 ناقص 4 في 1 في 4 يبقى 75 ناقص 16 اللي هي 59. عدد ده موجب يبقى هنا حقيقيان لانه اكبر من الصفر، لكن ال 59 ملهاش جذر يبقى ساعتها هنا حقيقيان وغير نسبيان. وحتى لو كان الرقم ده له جذر فانا السالب 5 جذر 3 عدد مش نسبي، بالتالي ما ينفعش اقول حقيقيان نسبيان. السؤال اللي بعده من المسائل المهمة جدا والخطيرة جدا جدا جدا. بيقول إذا كان أ وب وج بينتميان إلى ص، أ وب وج بيساوي صفر بحيث إن أ ما يساويش الج. طيب أنا عندي هنا أنت بتقول إن أ زائد ب زائد الج بتساوي صفر. طب ما أنا كده عندي إن أ زائد ب ممكن بسالب ج، وممكن أ زائد ج بسالب ب، وممكن ب زائد ج بتساوي سالب أ، اللي هي الحاجات اللي بص لو انت بصيت تلاقي ب زائد ج، ج زائد أ، أ زائد ب. طب يلا نعوض. هلاقي هنا سالب أ سالب أ، زائد هنا سالب ب سالب ب، هنا سالب ج سالب ج. طيب هلاقي هنا ان سالب 2 أ س تربيع سالب 2 ب س سالب 2 ج بيساوي صفر. هقسم المعادلة كلها على سالب 2 هلاقي انها أ س تربيع زائد ب س زائد ج بتساوي صفر. طب يا مستر انا كده رجعت لشكل المعادلة اللي انا عارفها اصلا، فلما اجي اطبق في المميز هيبقى ب تربيع ناقص 4 أ ج. ماشي، انا لا اعرف لا ده موجب ولا سالب ولا انه بيساوي الصفر. لو بصينا هنا أ زائد ب زائد ج بيساوي صفر، لو خدت الب في طرف لوحدها هلاقي ان الب بتساوي سالب أ سالب ج، يبقى سالب أ سالب ج الكل تربيع، هنا ناقص 4 أ ج. نفك القوس ده هيبقى أ تربيع موجب هيبقى سالب في سالب هيبقى 2 أ ج زائد ج تربيع ناقص 4 أ ج. بقت المعادلة هنا أ تربيع 2 أ ج وسالب 4 أ ج يبقى سالب 2 أ ج. لو بصيت على المقدار ده هلاقي انه مربع كامل، مربع كامل، يبقى ساعتها هنا حقيقيان مختلفان ونسبيان، لانه ساعتها هيكون اكبر من الصفر ومربع كامل، وقيل ان الالف والب والجيم بينتميان للاعداد الصحيحه، واي عدد صحيح يعتبر عدد نسبي، فيبقى هنا ساعتها حقيقيان مختلفان نسبيان. وبكده يكون انتهينا من الدرس الثالث في فرع الجبر. نلقاكم ان شاء الله في الحصه القادمه.